5 خطوات لو عايز تكون مدير شاطر وبيخرج البوتنشال بتاعه وبيطلع كل طاقته في يومه النهاردة. تعال نقولك عليهم. أول خطوة منهم، اعرف نفسك كويس وحاول تتغلب على كل مخاوفك. اللي بيعطلك حاول تركنه ورا ظهرك وحاول تستعد بأنك تقوي نفسك. معرفتك لنفسك هي أكبر دافع يحفزك ويديك القوة إنك تبقى عارف فين مواطن قوتك وتحاول تتعلم من كل الدروس اللي مرت عليك. الخطوة رقم 2، كسر كل عاداتك القديمة. استعد دايما بالجديد وشوف ايه نيو ترندز، شوف ايه التطورات اللي بتحصل حواليك. حاول تطلع طاقاتك في انك تطبق التطورات الجديدة دي في شغلك وحاول تتعلم دروس جديدة. استكشافك للتجارب الجديدة هيطور من قدرتك وهيفيد معارفك وهيزود قدرتك على مواجهة كل التغيرات اللي حواليك. والخطوة رقم 3، فكر لقدام. امبارح خلاص خلص، خلينا نفكر في بكرة. امبارح دروسه عدت، استفدنا بيها وطالعين بيها نشوف بكرة هنعمل فيه ايه. لكن ما تفكرش تاني في امبارح واللي حصل فيه. اتعلم من دروسه واستفيد بيها لأنها تساعدك تخلي بكرة بتاعك أفضل ويتم معاك بشكل سليم. الخطوة الرابعة، كسر أهدافك الكبيرة لخطوات صغيرة. حدد المهام بتاعتك لأن محدش بيطلع السلم مرة واحدة. دايما الخطوات الكبيرة والطموحات الكبيرة محتاج نكسرها لخطط صغيرة سهل إن أنا أقيسها وأتأكد أني قادر أوصل لتحقيق خطوة خطوة. كل خطوة هتديك دافع وهتقوي عزيمتك وتساعدك إنك تحقق بكرة بتاعك بشكل سليم. الخطوة الخامسة والأخيرة، استعد دايما لإنك تسيب الكومفورت زون. اخرج بره مناطق الراحة، ابعد عن كل ما اللي انت اتعودت عليه. غير من عاداتك وغير من مفاهيمك وابتدي تعلم مفاهيم جديدة. ابتدي طبق الترندز الجديدة وابتدي اتحرك من المكان اللي انت فيه وروح لتشالنجز جديدة. خد تحدي وخليك قده. التحدي هو اللي هيعرفك مواطن القوة بتاعتك فين. بكده لو عرفت ال5 خطوات وطبقتهم في يومك تبقى مدير فعلا بيستفيد بالبوتنشال بتاعه ومستعد لبكرة انه يكون مدير افضل. لو عايز تعرف اكتر تابعنا في الفيديوهات اللي جاية.